لما بنبدأ نتعرف بحد جديد داخل حياتنا، للأسف بنعرفه كل حاجة عننا، نديله كل مفاتيحنا وهو بيدخل لنا من ثغراتنا. إيه ده؟ أنت بتحب الناس الصادقة؟ أنا عمري ما كدبت. إيه ده؟ أنت بتحب البنات الأوبن مايندد؟ ياه، ده أنا في الأوبن مايندد ما عنديش يوم مرحميني. عشان كده إحنا في حلقة النهاردة هنتكلم عن المؤشرات اللي أول ما تشوفها في طبع الشخص اللي قدامك مش بس ترمي المفاتيح، لا أنت تغير كالون الباب. استناكم في الحلقة. أول مشكلة بتقابلنا أو أول حاجة لازم تخلع منها لما تلاقي الطرف اللي قدامك بيصدر لك المشاكل، دايما بيصدر لك السلبيات، الدنيا كلها جاية عليه وبالقوي بالزيادة جدا. عادي لما نشارك الطرف التاني في قصصه، مشاكله، أزماته النفسية، وطبعا في فرق بين إن حد يبقى ناقم وطول الوقت شكاوى وحد عنده ضغوط. طبيعي إن كلنا بنتعرض لضغوط نفسية، بنحاول نحلها، بندور على حلول، بنفكر مع بعض هنوصل لحل ولا لأ. بس المشكلة إن طول الوقت الطرف التاني ناقم على الحياة، بيصدر لك بس المشاكل والسلبيات. بس طول ما الدنيا حلوه هو ما يعرفكش، ما بيتكلمش عن الحاجات الكويسه اللي في حياته، هو طول الوقت بس المشاكل، الازمات النفسيه، كل الدنيا جايه عليه، بالتالي لازم تبعد عنه فورا. تاني مشكله واهم مشكله بشوفها النطاعه. ده مصطلح في مصر عندنا معناه ان الحد ده بجح ووشه مكشوف، يا تشتغلي وتصرفي في البيت يا تقعدي وتخدميني. تلاقيه دايما بيسال البنت اللي هو مرتبط بيها تقبضي كام، تاخدي كام. طب بصي انا كده كده مش عايزك تشتغلي، بس بما ان الشغل مهم بالنسبه لك فيا اما تصرفي في البيت تديني مرتبك، يا اما مش هتنزلي تشتغلي مقابل الوقت اللي انت بتاخديه من وقتي كزوج. دايما ده اللي في اي خروجه بتلاقيه وقع محفظته، عايش عالة على الناس، حوارنجي مثلا ومش بتاع مسؤوليه، عديم المسؤوليه وعديم الدم والذوق. عادي لما يقولك عادي ما المعامله انجليزي، انت مش خرجتي مش انبسطتي شير بقى. طلقت صفه بقى واسمها البكاسه. البكاسه دي في العاميه المصريه يعني الشخص ده بجح رزل، عادي كده يطلب منك الحاجه بقله ذوق كانه حق مكتسب، لا عنده ذوق ولا دم. يعني هنفترض ان انت شاب وبتشرب سجاير، هتلاقيه يقول لك وانت بتطلع سجاير ليك يقول لك ما تديني سيجاره، مع انه معاه بس استخسار. تيجي مثلا تدخل تشتري لبس، تشتري هدوم، تشتري حاجه، تلاقيه بيقول لك طب ما تجيب لي معاك، ما ايه ما فيش حاجه علينا، اللي هو كانه مثلا ده حاجه مكتسبه كده او حق مكتسب والمفروض ان هو تجيب له معاك او تشتري له معاك. الصفه اللي بعد كده هي الكذب. تخيل ان حد كذاب طول الوقت، قصص وحوارات وافلام، ملوش ملكه. اي نعم الكذاب نساي، بس طول الوقت مرهق نفسيا. يقول لك انا رايح في مكان تلاقيه في مكان تاني، رايح جاي. كداب يبقى كداب في مشاعره وفي تصرفاته وفي اخلاقه، فده من الاول ابعدي عنه لانه هيتعبك نفسيا وهتفضلي تلفي وراه كتير مش هتعرفي تتعاملي معاه بعدين. ندخل بقى على اللي بعد كده، هو البخل. بخيل ده حد بخيل معنويا ماديا، بخيل بس مش في مشاعره، ده جاف عاطفيا. تخيلي مثلا بيبقى مستخسر فيكي يمشي لك خطوه، مستخسر فيكي الفرحه الضحكه، مستخسر فيكي مثلا فرحتك بحاجه انت اشتريتيها لنفسك، بخيل. مستخسر فيكي مثلا حاجه حلوه انت شارياها، مستخسر فيكي خروجه حلوه خرجتيها. البخيل ده ابعدي عنه لانه هيتعبك نفسيا، لانه بيبقى بخيل ماديا ومعنويا، فابعدي عن البخيل من اولها. الصفه اللي بعد كده لما تلاقي الطرف اللي قدامك ده ملوش خير في اهله. عندنا في المثل بيقول لك اللي ملوش كبير يشتري له كبير. تخيلي ده طول الوقت ناقم على اهله، يزعق يشتم بيغلط، فده مش هيبقى ليه خير فيكي، ابعدي عنه فورا من غير ما تفكري. الصفه اللي بعد كده هي صفه الخيانه. الشخص الخاين ده ما يملاش عينه غير التراب، طول الوقت هتحسي ان انت مش كافيه معاه، بالتالي ابعدي عنه فورا لان ده طبعه ما بيتغيرش، ومرور الوقت هتحسي ان انت دايما مش كفايه، مش ماليه عينه، مش ماليه قلبه. ابعدي عنه فورا عشان بعد كده مش هتلومي الا نفسك انك كملتي معاه على امل انه هيتغير. ده طبع الوحيده اللي حبها وهيتغير عشانها، او اللي فيه طبع الخيانه ما بيتغيرش. اخر واصعب صفه الشخص اللي بيتجاوز حدوده معاكي، يتطاول عليكي ماديا معنويا بدنيا بحجه انه يقلل ثقتك في نفسك، فطول الوقت تحسي ان انت الحمد لله ان هو رضي بيكي، الحمد لله ان هو بقى معاكي في العلاقه. ده لازم تبعدي عنه فورا عشان بمرور الوقت انت اللي هتندمي، هيأذيكي نفسيا وهتتضرري من التطاول البدني والتطاول المعنوي. نصيحتي ليكي ابعدي عن الشخص اللي بالاسلوب ده. وبكده يبقى عرفنا ايه هي المؤشرات اللي اول ما تشوفها في الطرف الثاني لازم تبعد عنه فورا عشان ده طبع وما بيتغيرش. هستناكم تقولوا لي ايه الطباع اللي لو شفتوها في الطرف الثاني مش هينفع تكملوا معايا. هقرا كل كومنتاتكم، استناكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. الحلقه الجايه هنتكلم عن الاسرار النفسيه اللي تخلي اللي قدامك يتمسك بيك لانه مش هيبقى ضامن وجودك. استناكم. حواء ادم مع نسرين العمري.